يا حنين قمت من على ليه؟ ما بقتش استحمل الصراحه اللي ابوي بيعمله معايا دوت. كل لما اجي اقعد على الاكل يقرفني كده ويخليني اخش ارجع. انا تعبت. شوف بقى هتودي ابوك فين. اودي ابويا فين يا بنت؟ ابويا ملوش غيرني، اوديه فين يعني؟ انا اتخنقت الصراحه. كل مره يعمل كده وارجع. انا ما بقتش قادره، معدتي ما بقتش تستحمل الاكل. طب بقول لك ايه، هنتصرف انا كده وهنبقى نوديه دار مسنين ولا حاجه؟ يا ريت تكون عملت الصح. خلاص ماشي. طب ابوك كررن عليا، مش عارفه كان عايز ايه؟ ايوه فعلا، انا كلمته عن الموضوع بتاع ابوك دوت وقلت له كلم بقى محمد وشوف هيتصرف ازاي. هو قال لي انا هتصل بيه واكلمه. خلاص يلا بينا طب عشان نروح. ماشي يلا. بقول لك ايه يابا، هناخدك كده ونروح بس مشوار بسيط كده وهنيجي على طول. بس بالله عليك مهما حصل مني او مهما يحصل مني مش عايزك تزعل مني. هتوديني فين يا ابني؟ مشوار بس بسيط كده وهتعرف انت كل حاجه. عندك يابا. يلا بينا. طب نتغدى الاول. طب بس تعالى هنعيش على طول. انت محمد ما وديتوش ليه دار المسنين قبل ما اروح لبابا؟ يا ست هنقعدوا بس شويه كده مع ابوكي كنت سبته قبل ما نروح عند بابا، هنخش ازاي كده؟ هنقعدوا بس شويه كده وهننزل انا وانت نودوه زي اللي انت عايزاه انا عامله حنين. ايه رايحين عند حاج بسيوني؟ اه الحاج بس انا عايزك يابا، عايزك تقعد معاه شويه. وين هشوفه ازاي كده؟ اسكتي يا حنين بقى. بالراحه يا أيوة بابا. بابا. اتفضل يا محمد يا ابني، عامل ايه يا حبيبي؟ بالراحه يابا. عامل ايه يا عم؟ انا كويس الحمد لله. ازيك يا حاج بسيوني؟ الحمد لله. انت عامل ايه يا حاج؟ الحمد لله. خير، لقيتك رنن عليا كده طب بس اروح اغسل ايدك عمال ما حنين بنتي تحط لنا الغدا وبعد كده نتكلموا بعد الغدا. ماشي يا عم. روح الغدا جاهز، روح كل يا بنتي بالهنا والشفا. هناك انت ما بتعرفيش تاكلي اصلا. اه والله يا بابا على طول كده. بالهنا والشفا يا حبيبي. هما كل ده بيغسل ايديك؟ في الوقت يجي. ايه ده؟ ابويا فين يا عم؟ قعدناه في اوضه بياكل، حطيت له اكل مع نفسه عشان بس انت عارف ان انا ما بعرفش اكل. لا شباب بياكل جوه. ازاي يا حنين يعني هو هياكل لوحده ازاي؟ يعني مش هيعرف ياكل لوحده انت عارفه يعني. محمد ما تقلقش عليه، احنا حطيناه ياكل جوه بس عشان حنين ما تجربش، انت عارف بنتي بتجرب. بس انا مبسوط منك على فكره يا محمد. ليه بقى يا عمي؟ بصراحة أنت عرفت نظري وحسيت إنك راجل فعلا، وإن أنا مسكت راجل. عشان أنت سمعت كلام بنتي وإنك هتودي أبوك دار مسنين. عشان برضه بنتي تاخد راحتها في البيت وتعرفوا تعيشوا سوا. وبعدين بنتي ما بتاكلش ماكل وبتجرف من أبوك. يعني انت شايف الفعل اللي انا عملته ديت انا راجل فيه كده؟ فعلا يا ابني، أنت لو ما كنتش هتخاف على بنتي ما كنتش هنقعدها هنحترمك تاني. بس طالما غدرت بنتي يبقى أنت كده خلاص عرفت نظرك. بس انا مش شايف نفسي ان انا اللي راجل يا عم. انا شايف بنتك كده اللي راجل، اللي ماشي الكلام عليا وعايزاني نرمي ابويا. أنت بتقول إيه؟ ابويا ديت انا لو ما تحتهوش يبقى انا مؤاخذه كده. ابويا دي جنتي، انت ايه اللي انت بتقوله ديت؟ أنت بتقول يا ابني، أنت مش بتقول هتودي دار مسنين ومتفقين على كده؟ ده مسنين. انا كنت ماشي بس ورا بنتك ونشوف عجلك هوديك اللي فين، بس لقيتك خلاص كلامك بنتك مش الكلام عليك. طب يا ابني إن بنتي بتجرف من أبوك. بنتك بتجرف من ابويا؟ انت لو بنتك عملت معاك كده هتسمح لها بكده؟ وانا ابويا هترميك في بياكل الشارع زي أبوك؟ وهتعمل كده وهترميك في دار مسننه وهتسمع لها كده؟ ده بص الكلام ديت مش عاجبني. عندك بنتك واشبع بيها، واللي انت عايزه انا هنعمله لك. لو عايز ورقه بنتك هنروح ونبعتها لك وشوف دنيتك ورد عليا. وانا كده عملت اللي عليا. بنتك ما عادش تلزمني يا عم. إيه يا أحمد؟ انا ما عملتش حاجه، هو اللي دخل وقال لي هودي ابويا دار المسنين. معلش يابا، انا عارف كل اللي بيحصل ديت انا السبب اللي فيه، بس حقك عليا. توديني دار مسنين يا ابني؟ دار مسنين ايه يابا؟ انت جنتي، ازاي نوديك دار مسنين؟ تعالى قوم معايا. على مهلك. واحنا لا مؤاخذة جينا الناس ملهاش لازمة وما بتقدرش حد،